ما تيجي اقول لك ازاي عملت ورقه لحمه زي بتاعه المطعم بالظبط وكل مكوناتها موجوده في البيت. هحتاج بصلايه متقطعه شرايح، جزرايه متقطعه شرايح، قرنين فلفل حامي ودول اختياري، لحمه كندوز متقطعه شرايح رفيعه جدا بالشكل ده، فلفل الوان معايا، طماطمايه متقطعه شرايح معايا، بطاطس متقطعه مكعبات صغيره جدا عشان تستوي معايا بسرعه، ومعايا كمان كام فص من الثوم، ومعايا معلقه كبيره من السكر علشان تسوي معايا ورقه اللحمه بتاعتي اسرع. في بوله عندي بالشكل دون هبتدي اخد اللحمه بتاعتي وكمان هنزل عليها بكل المكونات بتاعتي، بصلايه، بطاطسايه، فلفل الوان موجود عندي، جزرايه متقطعه شرايح، كمان طماطمايه متقطعه شرايح، معلقه من السكر، كمان معايا فصين من الثوم المفرومين. كمان هضيف معلقه من الدبس الرمان او الصويا ودي اختياريه. التوابل اللي هحتاجها في الوصفه بتاعتي حبيتين من الكباب الصيني، وكمان فصين من الحبهان، رشه بسيطه من الروزماري الناشف، كمان رشه من البابريكا، رشه قرفه بسيطه، رشه كمون، هبتدي احط الملح بتاعي، كمان رشه كبيره من الفلفل الاسود، كمان معايا معلقتين من الزيت علشان اعرف اغلف التوابل بتاعتي في الزيت والخضار بتاعي، واخر حاجه معايا هي بشره جوز الطيب. ابتدي اقلب المكونات بتاعتي كلها في بعض بالشكل ده، اسيبها في التتبيله بتاعتي لمده نص ساعه في التلاجة، وبعد نص ساعه ما حطيتها في التلاجة يلا بينا هوريكم هنقفلها ازاي عشان ندخلها الفرن. معايا ورق من الالومنيوم بالشكل ده، كمان هحط معاهم قرنين الفلفل الحامي اللي قلنا عليهم في الاول ودول اختياري. هبتدي اقفلها بالشكل ده، هدخلها الفرن بتاعي على درجة حرارة 280 لمدة ساعة، وبعد ما احط عليها ساعة كاملة في الفرن يلا بينا نشوف العظمة. تعالى بقى نبص كده وانا بفتح ورقة اللحمة ولا احلى من كده. وما تنساش تدلعنا لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب وتعمل لنا فولو على كل المنصات.